السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بقى وصفتنا كيكة زمان، كيكة امهاتنا كده جميلة من غير خلاط ومن غير مضرب كهربائي، بطريقة بسيطة جدا هنعملها. بس قبل كده ما ابدأ صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويا ريت لو اول مرة تشوفيني وعجبتك الوصفة تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، ويا ريت ما تنسوش اللايك بالله عليكم عشان بيرفع الفيديو. بسم الله كده هنبدأ مقاديرنا. اول حاجة معايا 3 بيضات، تمام، ممكن تقلليهم لبيضتين زي ما انت محتاجة، وكمان 2 فانيليا، وكوباية سكر. يعني احنا منحبوش مسكر قوي، ممكن تزودي نص كوباية برضك لو عايزاها مسكرة قوي. تمام كده. هضرب بقى كله مع بعضه لغاية ما البيض احس ان هو ايه ابيض. تمام. بقى اضرب بالمضرب كده. بعد كده بقى هبدأ احط الايه المواد السائلة، اللبن، نص كوباية لبن، ومعايا كمان نص كوباية زيت. تمام كده. ممكن تستبدليها كمان بسمنة لو مش عايزة تستعملي زيت. تمام. افضل بقى اضرب فيهم. كل ده كل ما اضرب فيها هدوب السكر اكتر. تمام. هبتدي بقى اضيف الدقيق. وانا اي حاجة بنخلها، اي معجنات، اللي متابعني عارف ان انا بنخل اي حاجة الدقيق كويس. تمام. عشان بتديكي هشاشة في المعجنات وبتديكي هشاشة في الكيكات، خلي بالك يعني. تمام كده. ضفت كوبايتين وعليهم بقى آه بيكنج باودر او كيك شيف وذرة ملح. تمام. هقلبهم بقى مع بعض. في معلقة بقى كده هضيفها اهي، معلقة خل. دي معلقة الخل دي محسن كيك حلو قوي للكيك يعني. تمام. خلاص كده بقى ضربتهم في بعض كده. هجيب الصينية مبطنها بالسمنة واحط عليها دقيق، او تبطنيها بالزيت واحط بقى عليها دقيق، وبقى هنزل بالخليط. تمام كده. خلاص. اخبطها بقى خبطتين كده ايه، بساط جدا، عشان بس ما طلعش الهواء ويبقى سوا واحد. وبس على فرن سخن 180 درجة سخن. حطيت فيه الكيكة، بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوة اهي. هقطعها بقى معاكم عشان اوريكم حلاوتها عامله ازاي، وهشه جدا في السكينه دايبه كده. ويا ريت لو عايزين وصفات اقتصاديه، يا ريت تقولوا لي عايزين وصفات اقتصاديه ايه وانا اعملها لكم باذن الله. تحبوا اكلات ولا معجنات ولا؟ يعني لو وصلتوا لغايه هنا. تمام. اخرجها بقى كده معاكم اهي. هي كانت بس سخنه شويه، بس بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. بالله عليكم ما تنسوش اللايك اهي زي ما انتوا شايفينها كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخ سحر نصر.